المنتخب المغربي يواجه هذا المنتخب الإفريقي في مباراة ودية بطلب من الركراكي. قبل أن نبدأ في التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد. بعدما لفت المنتخب المغربي الأنظار في بطولة كأس العالم 2022 بالوصول إلى المربع الذهبي، ينتظر عشاق أسود الأطلس الأداء الذي سيقدمه زملاء حكيم زياش عندما يشاركون في بطولة كأس إفريقيا مطلع العام القادم. وحصلنا الجمعة على معلومات من داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم أكدت أن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي طلب بضرورة برمجة مباراة ودية أمام منتخبات ذات مستويات عالية من القارة السمراء، وذلك من أجل الاحتكاك بها قبل موعد انطلاق كان المقبلة التي ستجرى في فترة ما بين 13 يناير و 21 فبراير. ويريد وليد الركراكي مواجهة منتخب الكاميرون في مدينة ياوندي، إذ يرى فيها الركراكي محطة قوية للوقوف على مدى جاهزية المنتخب المغربي للمنافسة قاريا. وفي الأخير، إن كنت تحب المنتخب المغربي لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو لنحصي كم شخص يحب منتخبنا الرائع.